السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. الفيديو النهاردة هيكون سمك مقلي. طبعا كلنا عارفين ازاي السمك بيتغسل وازاي بيتنضف يعني. طبعا انا كنت جايباه متنضف، مش هكدب عليكم. تعالوا اقول لكم بقى ايه قصة السمك ده. انا كان نفسي اكل سمك قوي. طبعا زي ما انتم عارفين انا تعبانه، يعني مش بقدر اخرج ولا اروح ولا اجي، يعني الحبايب هما اللي بيجيبوا لي طلباتي. فطلبت من جوزي يعني ان احنا ناكل سمك وكده، فما عرفش ان هو او ما بيعرفش ان هو يشتري سمك ويروح السوق والحاجات دي. فصمم ان انا اروح معاه، مع اني والله مش بقدر امشي. يعني وداني من قدام البيت لحد محل السمك، ومن محل السمك لحد البيت على طول، ما مشيتش يعني. فروحنا بقى، قال عايزين ناكل بقى اكل سمك حلوه وانت اللي هتعرفي تجيبي ومش عارفه. قلت له تمام ماشي. رحت معاه بقى، والواحد بقى مفكر زي زمان بقى هيجيب بقى جميع انواع الاسماك بقى وبولتي وجمبري وي 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 الحاجات اللي كانت كبيرها 200 300 جنيه اكلة سمك، عشان تاكلي سمك وتشبعي وتجيبي جميع انواع الاسماك اللي موجوده عند الراجل اللي بتجيبي منه. فروحنا، يعني انا المعتاد بتاعي لما اكون هعمل، يعني عايزه اعمل اكله سمك، امشي باكله سمك، يعني بيبقى البولتي والمكاريل او التونه، كل واحد بقى على حسب ما بيقول. ماشي. ادينا يا عم كام كيلو السمك. السمكه الكبيره اللي انتم شايفينها دي قلب 75 جنيه، والسمكه الصغنونه دي 65 جنيه. طبعا يعني الاسعار ما شاء الله يعني في الطالع. انا بقالي فتره ما جبت السمك، فما كنتش اعرف اسعاره ايه. كان احمد ابني معانا، فاحمد طلب نوع تاني سمك، فقلت له لا، يعني انا كفايه نوع. انا ما الواحد يجيب نوع يمشي بيه يومين وخلاص. انا بقى يعني انا بعمل الاكل يقضيني يومين، ولو فاض اكل لتالت يوم والله بجيب البواقي اللي في التلاجة وبمشي بيه. طبعا بعد الاسعار اللي بقت نار، وغير ان انا مش بقدر اعمل اكل، فبحاول امشي نفسي على قد ما بقدر. فزي ما انتم شايفين كده اتصدمنا بسعر السمك. ما كانش الواحد متخيل يعني ان السمك هيبقى غالي كده. وكنت كمان ناويه ان انا اشويه بصراحه برضو. نفسي مش قابله ان انا اشويه، فقلت هقليه بقى وخلاص. بما ان انا ما عملتش معاكم سمك مقلي قبل كده. فالمهم تعالوا بقى اقول لكم ايه عملت ايه في السمك المقلي او السمك اللي ناويه اقليه. جبته من عند الراجل، كان متنضف وغسلته ونضفته كويس برضو. واي قشر بيبقى ساعات الراجل سايب فيه قشور كده، بالسكينه كده مشيت كده كم ماشيه بالسكينه اي قشره طلعتها. التتبيله بتاعت السمك كانت عباره عن توم، ملح وفلفل اخضر، وليمون وكمون وكزبره. بحط سنه فلفل اسمر صغيره وشويه بهارات. وايه تاني؟ ما حطيتش بهارات يعني. وانا اللي عندي اصلا الملح اللي عندي زي ما انتم عارفين، انا الملح بحط له 7 بهارات على طول، فباخد منه على طول كده. يعني ملح وفلفل وفلفل اخضر وكمون وكزبره ناشفه وليمون وشويه خل وشويه فلفل اسمر صغيرين وشويه بهارات. وتبلتهم والثوم طبعا، وتبلتهم زي ما انتم شايفين كده. وبفتح عندي هنا السمكية، الحته اللي بتبقى من ناحيه الديل دي، بفتحها شويه كده وبدخل جواها التتبيله زي ما انتم شايفين. وبقطع هنا كده السلسله دي من عند السلسله كده شويه، او الجنب ده بقطع كده بالسكينه شرطتين كده برضو، بحيث ان التتبيله تبقى داخله جوه اللحم كله. ماشي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبتدي نقلي السمك، لان خلاص المغرب قرب يأذن. طبعا لازم نكون مجهزين الفطار. طبعا انا جايبه لكل واحد ايه سمكيه حلوه قوي، رضا من عند الله. ده العادي بتاعنا يعني، ما كنتش بجيب اكتر من كل واحد سمكيه يعني. فطبعا انا جبت لبابا ابو كريم ده الكبير، وللعيال جبنا الصغير. تمام. طيب احنا عندنا هنا طبعا لقلي السمك معايا هنا دقيق، فحاطه معلقه نشا، بس معلقه واحده.
عشان بس تخليه مقرمش كده شويه ومش طري. نجيب السمك كده عادي ولا احط له اي ملح ولا اي حاجه خالص، نتبله السمك كويس. طبعا دي طريقتنا زمان، مكناش بنحط لا بهارات ولا اي حاجه على الدقيق. كل اللي بيحصل بس ان انا ايه زودت شويه النشا. طبعا هنفضه كده من الدقيق، اشربه كله الدقيق كده. هروح بقى اقليه، نفضه كويس من اي دقيق، واروح احطه في الطاسه. تاني سمكية ادي بقى السمك بعد ما اتقلى اهو. بصوا ان شاء الله جميل اهو. عملت معاه بابا غنوج، وعملت سلطة طحينة وسلطة خضراء، وكمان رز. ده كان رز عندي في التلاجة، رز بالشعرية، ما عملتش رز بسمك او رز بتاع السمك اللي هو ببصل او بالطماطم. فطبعا كان عندي رز، فقلت امشي بيه بقى النهاردة، بحيث ان انا يعني ما بقدرش اعمل يعني الاكل موجود عندي، فحرام يعني ارميه واعمل اكل تاني او اركنه واعمل اكل تاني. اهو كده اكلنا النهارده، فطرنا. طبعا عايزه اقول لكم اصلا ان العيال مش هياكلوا، ان الرز ده والله كان كوبايتين رز بس اللي كنت عاملاهم، وكلنا منهم يومين وبقى اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الاكل الرز بيتحط بيتشال زي ما هو، فانا كنت في اليوم ده كنت اول مره اعمل رز في رمضان، فقلت العيال هياكلوا فما كلوش. فبقى ايه، قلنا نمشي بيه النهارده. طبعا مفيش حاجه هتترمي وحرام طبعا، عملت بقى النهارده زي ما انتم شايفين كده، مشيت بيه اليوم او همشي بيه اليوم ان شاء الله. انا عارفه ان هم هيجوا، هم دلوقتي بيصلوا المغرب في الجامع، هيجوا يقولوا لي فين الرز التاني. فمعلش بقى ايه، نمشي بيه يومنا النهارده وما تعيبوش علينا بقى. اهو بس الاكل ان شاء الله يعني. طبعا انا ما صورتش معاكم السمك وانا وهو في الزيت، لان جيت احط انا كنت صورت كام لقطة يعني، جيت احط السمكية في الزيت، للأسف راحت نطرة من ايديا فغرقت الدنيا زيت. فبصراحة يعني اتعقدت ان انا اصور يعني. اه طبعا السمك هو لونه ذهبي، بس مش عارفة هو ليه ظاهر في التصوير كده ان زي ما يكون غامق، بس انا يعني مش بقلي جامد يعني. طيب ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم، ومتنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.